إحنا محظوظين إنه بهالجيل نقدر نسافر بالطيارة أو أي وسيلة ثانية من قارة إلى أخرى بوقت قياسي. وأني محظوظة إنه اليوم وصلت لقارة أفريقيا لهالبلد. المطار في طنطان هالقد ما المدينة صغيرة، هذا مطارها. طنطان هي مدينة صحراوية بجنوب المغرب، وبيها تقريباً 73 ألف نسمة، معروفة بالصحراء وبنفس الوقت تطل على المحيط الأطلسي. لما لفيت بشوارعها حسيت بالبساطة، وشفت الناس بعدها عايشة عيشة بسيطة يمكن أكثرنا نفتقدها. حسيت نفسي بغير زمن ما بيه تكنولوجيا، وبعدها الناس طيبة. أحس إنه أهل البلد هم يخلوك يعني تحب البلد أكثر. تفرق هواي لما أهل البلد يكونون طيبين ومعاملتهم حلوة، وهذا الشيء صار وياي بهاي المنطقة. من ورايا خلينا نشوف منو هاي لبنان. مرحبا. مرحبا. أنتي شلونك؟ الحمد لله. أنتي بخير؟ أنتي بخير؟ أنتوا تقولون شلونك؟ يا كي دايرة؟ لاباس؟ الحمد لله. أنتي من طنطا؟ يا أنتي؟ أنا من العراق. شو اسمك؟ آية. وهيجي تعرفت على بنت المدينة آية، وبدينا نسولف. قالت لي إنه ماخذة أغراض وراح توديها البيت خالتها. شو مشترية؟ الخبز. الله ريحته. تحبي شنو؟ شوية؟ لا خليه البيت خالك، بعدين يعصبوا يقولون وين الخبز. حكت لي شوية آية عن نفسها وعن عائلتها وعن طنطان. لما وصلنا البيت خالتها عزمتني إنه أدخل جوا وأتعرف عليهم. معايا خال شبس. السلام عليكم. ما أشرح لكم إنه لما دخلت للبيت كأني حسيت أني من أهل البيت. ناس طيبة، وأول ما دخلت ضيفوني وكرموني، وتعرفت على ربيعة اللي هي خالة آية. الله تايب بيت مغربي. مرحبا. الله يسلمك. من الضيافة المغربية لما ندخل ينطونا ريحة هم يسووها. أنتي عملتيها؟ أنتوا عندكم؟ لا نحن بنشتريها في الحوانت هون. ولما الضيف يجي تعطيني شوي. براحتك. الله ريحة جميلة. أخذوني لفة بالبيت، وشوفتني ربيعة المكان اللي تساعد بيه زوجها وتسوي له السمك على مود ثاني يوم يروح يبيعه بالمحل. شباك. تضحك علي ربيعة لأنه دا أصور الشباك الخربي اللي أنت حابته. والله أحلى شباك بحياتي شفته. أول عائلة مغربية أقعد ببيتها، ويعني ما أريد أطلع. كل شيء طيب، الناس طيبة، قلوب طيبة، كأنه أعرفهم صار لي سنين. شكرا لكم يا ربيعة ويا آية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المغرب، طنطان البلاية. وكملنا أني وآية مشوارنا على مود تعرفني على المدينة. هنا مطعم زوجها اللي هي بالبيت تسوي السردين إله والأكل، وهو يجي هنا يبيعه. فبس تعالي. وهذا لحسين الشاطر الإسكافي اللي معروف بالمدينة. احنا هسه هنا صحيح هو فخار، بس همنا يسموه طبيب الأحذية، اللي هو يصلح أحذية. كندير كوردوني. يعني شنو أحذية؟ كورزوني؟ ايه كوردوني بالفرنسي، وبالسبوليونيا ساباتيرو، وبالإيطالي. الشاطر عنده أكثر من موهبة وفنان. كل هاي الأشياء هو من أفكاره راسمها وصانعها بإيده.
هالقد ما هدوء الدنيا صحيح هو يسوي الفخار وهاي، بس ما مشى الحال من ناحية البزنس، فبلش يفتح كافتيريا بالمكان الفارغ اللي عنده، اللي هسه احنا راح نروح لهناك. نفهم مغربي أنا. سألته ليش شاطر؟ قلت له شنو يعني لك هذا المكان؟ صفن على المكان ودمعة عيونه وقال لي إنه ما يقدر يعيش بدون هالمكان، خصوصا هذا المنظر مع الشجر لما الشمس تفوت بين الأغصان. وردة إلي. والمعروف ان انا بالبحر انه بيه امواج حلوه كلش، فشي يسوون سيرفينج. شنو معنى كلمه سيرفينج؟ خلينا نشوف الشباب اللي على البحر وهم راح يشرحوا لنا اكثر. سيرفينج هو التزلج على البحر، وهواي من سكان طنطان يمارسون هالهوايه. بالنسبه لي انا هوايه. ان نصير ابطال العالم في لعبه سكيت بورد. اللي يهتم بينا هنا ان شاء الله. لدينا جمعيات او مسؤولين اللي يهتموا بهذه الرياضه في هذه المدينه. مدينه ضعيفه ولها عده هوايات، منها السيرف ومنها كره القدم. والاخ مولود له مهارات جميله في لعبه سكيت بورد. يلا شوفنا شيء. يلا شوف. لما نقول للمغربي بالعافية، العافية عندهم النار يعني جهنم، فلا تقولون بالعافية. ومن جنوب المغرب إلى العاصمة الرباط. وكالعادة أنا متواجدة بهالمكان بوقت قصير، فحبيت أزور أول مكان اللي هو المدينة القديمة اللي يسموها الوداية. خلينا نتعرف على الوداية، كلها بيوتها الزرقاء وبيضاء. هاي منطقة الوداية من بعيد. المكان معروف تاريخياً مكان العمليات العسكر، وسكن بيها قبائل قديمة منها البربر والأمازيغ. واليوم هذا المكان معروف سياحياً وبطراز الأندلسي العربي. يعني تخيلوا هذا مكان شعبي. No, it's not شعبي. أكو هواية أسباب للون الأزرق. اللون الأزرق يجي من آلاف السنين لما اليهود دخلوا للمغرب وكانوا خايفين من العين، فرسموا حيطانهم لون الأزرق على مود يحمون نفسهم. وأكو واحد من المنطقة قال لي إنه هنا أكو 150 بزونة. هاي البزونة باعي شلون واقفة قدام الباب تريد أهل البيت يفتحوا لها، لأنه أكيد هم مربيها. خلينا نساعدها. أريد أدخل. طلعت البزونة مو مالتهم. هذا المقهى معروف بالوداية. تجي هنا الناس على مود تستمتع بالمناظر الطبيعية وتشرب الشاي المغربي التراثي يسموه الأتاي. احنا هسه بمطعم اسمه دار الناجي معروف بالمنطقة القديمة. صديقتي قالت لي لازم ضروري أجرب هاي وأدعي لها. بعدني ما متأكدة إيش راح أدعي لك، بس إن شاء الله خير. هاي اسمها الحريرة وجاية ويا بيض، ونريد نعرف ليش. إيش رأيك؟ كان بيجي رمضان كانت الوالدة يعني صوم حريرة ضروري، هذه معروفة في رمضان. شو اسمها؟ الشباكية. ود مسلوق ضروري يكون معاه، والتمر أكيد معروف التمر معاه. هذه وصفة مغربية ضروري. لما تجون البلد تاكلون من أكل
أهل البلد. مو مثلا أنا عراقية أجي أدور على بامية وباكة، أو أنا إماراتية أجي أدور على مكبوس. هذا الصوص مال الفيسر فيسر. طبعا بعد هذا كله اكتشفت إنه المغرب بلد خطير. السحر بالمغرب موجود بالهواء وبالجو وبالطبيعة الخلابة. اللي يزور هالبلد مو بيده إلا ما يتعلق بيه من الجمال. هاي الزيارة الأولى بس أكيد مو الأخيرة. كما كيقول المغاربة حنتوحشك بزاف. والله الله الله وياك. سووا شير لايك وسبسكرايب.